حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. الحقيقه وفي ظل افراحنا واحتفالاتنا ببطوله الدوري الاهم في تاريخ نادي الزمالك، في لاعب كده خلال الموسم حسيت شويه انه اتظلم، وانا بصراحه جاي اجيب له حقه. اللاعب ده في بعض اوقات في الموسم كده وبعض اللحظات الحزينه اللي كانت في الموسم وبعض الصعوبات بدأ بعض الجمهور يقول عليه كلام زي كفايه عليه كده، كبر وخرف، البطيء، شويه كلام كده بصراحه ما عجبنيش. لكن انا بصراحه بعذر الجمهور، الواحد في وقت حزنه بيقول اي كلام وبعد كده بيرجع يراجع نفسه فيه ويعرف انه كان غلط. الحقيقه اللاعب ده هو عبد الله بيه السعيد. بصوا، انا واحد من الناس شهادتي في عبد الله السعيد مجروحه، لان انا واحد من الناس بصراحه عندي 3 لعيبه في تاريخ الدوري المصري هما الاحب والاقرب الى قلبي، وهما يا صديقي على النحو التالي: في المقام الاول حازم امام الكبير، رقم 2 محمود عبد الرازق شيكابالا، رقم 3 هو عبد الله السعيد. انا واحد من الناس بحب عبد الله السعيد من ايام ما كان لسه طالع في الاسماعيلي. يعني انا حب لعبد الله السعيد مش وليد انه جه الزمالك، بالعكس ده من ايام ما كان في الاسماعيلي، واكتر لاعب زعلت عليه انه راح من الاسماعيلي للاهلي هو عبد الله السعيد. الحقيقه يا صديقي عبد الله السعيد وخلال الموسم ده انا ما كنتش بلوم عليه، انا كنت مستعجب باللي بيعمله. ازاي لاعب عنده 41 سنه لسه باللياقه دي وبالعقليه دي وبينزل يلعب ماتشات بال70 وال80 دقيقه وساعات الماتش كامل؟ يا راجل ده احنا لما جينا على نهايه الموسم واتزنقنا وبدا يبان علينا تعب الموسم كله، الاصابات بدات تضرب لعيبتك لاعب ورا التاني، وثلاث ارباع لعيبتك كانوا بدني واقعين محدش فيهم قادر يقف على رجله. ولكن عبد الله السعيد لاخر دقيقه في ماتش سيراميكا كليوباترا اللي هي اخر دقيقه في الموسم كان واقف على رجله، ما شاء الله عليه، عيني عليه برده. اما بقى اخر لقطتين ما عجبوش جمهور الزمالك، اللي هي حصلت في نهائي الكونفدراليه لما عبد الله السعيد قعد بعد الخساره وقعد يتكلم ويزعق، الكلام ده ما عجبش البعض. وتاني لقطه يا صديقي لما عواد كان بيديله شرط القياده في الدقيقه حاجه و50 تقريبا، فعبد الله السعيد شوح له ورجعها له تاني وسابه ومشي. بعض جماهير الزمالك زعلت من اللقطتين دول ومن عبد الله السعيد، ولكن يا صديقي انا عايز اقول لك ان عبد الله السعيد ما عملش حاجه غلط، للاسف احنا اللي بنفكر غلط. او ممكن اقولها لك بصيغه تانية، ان عقليه عبد الله السعيد هي اللي جديده علينا. للاسف احنا اتربينا وتعودنا على حاجات معينه بنمشي عليها، وللاسف اتعودنا اننا ننفخ في قرب مقطوعه واي حد يضحك علينا بكلمتين. انما احنا اول مره يكون عندنا لاعب او نتعامل مع لاعب بالعقليه الاحترافيه دي. يعني مثلا يوم نهائي الكونفدراليه، انت تعرف عبد الله السعيد كان بيزعق ليه بعد الماتش؟ عبد الله السعيد يا صديقي كان بيزعق لانه اللاعب الوحيد في الملعب اللي كان فاهم اننا متعادلين مش كسبانين. ده مش بس في اللعيبه، ده في اللعيبه بالجهاز الفني بكل من يحملهم الملعب، هو الوحيد اللي كان عارف اننا متعادلين مش كسبانين، وكان عايز يهاجم مش يدافع. وده اللي خلاه بعد الماتش زعلان وبيضرب كف على كف وبيسأل احنا عملنا كده ليه. اما بقى عن اللقطه التانيه وهي لقطه محمد عواد، فيا صديقي ما تفرقش حاجه عن اللقطه اللي قبلها. محمد عواد وفي الدقيقه حاجه و50 ولسه فاضل اكتر من نص ساعه على الماتش وكسبانين 1-0، يعني لو جه فينا جونين كنا هنخسر الدوري. في الوقت ده كان عواد مش مدرك الوضع اللي هو فيه، وانا عذره، هو الراجل حب يعمل تصرف فيه روح كويسه بس مش وقته. في الوقت ده انت كنت بتتعامل مع عقليتين: عقليه شايفه ان النص ساعه دي وقت قليل قوي والموضوع خلاص انتهى وما فيهاش حاجه لما نبدل الشاره، وعقليه تانية شايفه ان النص ساعه دي وقت كبير قوي وان احنا لسه ما حسمناش حاجه. وهنا يا صاحبي دي العقليه الاحترافيه اللي انا بكلمك عليها. عبد الله السعيد امبارح التكشيره ما فرقتش وشه غير لما الحكم صفر. عبد الله السعيد عارف ان الاخر دقيقه في ماتش سيراميكا احنا ما عملناش حاجه، فوقتها عبد الله السعيد كان فاهم ان احنا لسه على الابيض ولسه ما عملناش اي حاجه في الموسم، والنص ساعه دي بالنسبه لنا هي عمر وممكن يحصل فيها اي حاجه. ممكن يكون رد فعله مع عواد كان عنيف شويه، بس هي في لعيبه كده طبيعتها كده، زي مثلا احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك بره الملعب بيضحك ويهزر وحاجه اخر عسليه، جوه الملعب ما تقربش ناحيته. صدقني انا كنادي الزمالك وكمشجع لنادي الزمالك انا محتاج كذا لاعب بالعقليه دي. عبد الله السعيد لما عمل كده مع عواد لسان حاله بيقول له ده مش وقت تديني فيه شاره، يا عم نخلص الماتش وناخد الدوري ويكش تديني بوكسرك البسه من غير غسيل كمان. انما اللي كان بيعمله عواد ده هو اللي مش وقته، مش عبد الله السعيد اللي كان غلط. طب تعالى بقى اتفرج على عبد الله السعيد في غرفه خلع الملابس بعد ما الحدوته انتهت وخدنا الدوري
دلوقتي اتفرج عليه بقى عامل ازاي. قسما بالله انا اول مره في حياتي اشوف عبد الله السعيد بيعمل اللي عمله ده في اوضه اللبس. اتفرج معايا، انا هحط لك الفيديو اهو قدامك. انا عمري في حياتي ما شفت عبد الله السعيد فرحان الفرحه الهستيريه دي، ولا مع اسماعيلي ولا مع اهلي ولا مع بيراميدز يا راجل، ولا حتى مع منتخب مصر. الراجل الكباره الوقور قلع هدومه وبيرقص زي العيال اللي عندها 17 و18 سنه. كل ده ليه يا صديقي؟ كل ده من الفرحه، بس لما الفرحه تتم الاول. فالفيديو ده كان جزء بسيط من حق عبد الله اللي انا لازم ارده له. واشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى جمهور على وجه الكوكب.